إنما اجتماعنا حبا في مصر، ولقائمتنا قائمة في حب مصر. نبدأ فعاليات مؤتمرنا بكلمة الترحيب، والتي فضل السيد المضيف المهندس ماجد طوبيا أن تقوم أختنا وابنتنا معالي النائبة سحر صدقي بالترحيب بالجميع، فلتتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مش عارفة أقول لكم أنا فرحانة جدا بوجود حضراتكم معانا، أنتوا ناسي وأهلي وقوتي جد بيكم، ولولاكم ما كنتش تم اختياري في القائمة الوطنية، والكل يعلم إن القائمة دي من ضمن أكبر القوائم في مصر، واللي بيشرفوا عليها كلهم بسم الله ما شاء الله يعني قيادات في العمل السياسي. وأنا اخترت ممثلة عن المرأة وعن مركز أبو تشت، ولكن أنا هنا مش بصفتي مركز أبو تشت، أنا حاليا بمثل محافظة جنة كلها. فأنا جاية بطلب منكم دعمكم وصوتكم معانا. وبعدين إحنا قائمة ما بتتعرضش مع أي حد، يعني أي واحد ليه انتماء وأخوه ابن عمه قريبي فردي بيدي اللي هو عايزه. إحنا اختيارنا قائمة، القائمة دي بتاخد من الجيزة لغاية أسوان، بيمثل عنها محافظة جنة 4. رقم 1 عندنا الدكتور عباس رئيس جامعة جنوب الوادي. 2 الأستاذ ماجد طوبيا عن الأخبار. الأستاذ أشرف رشاد ممثل عن الشباب ومن قبيلة الأشراف. وسحر صدقي بنتكم من أبو تشت وممثلة عن المرأة عن محافظة قنا. وألف ألف شكر لكم وشكرا. شكرا للنائبة سحر صدقي، التي لا ننسى وليتذكر معي جميعا أعضاء النادي السياسي من 3 سنوات حينما اجتمعنا في قرية طوبيا لترشيح سحر صدقي وماجد طوبيا. يومها وقفت سحر صدقي وقالت كلمة نتذكرها جميعا: أنا سحر صدقي خليفة ابنة مركز أبو طشت، لا أستطيع أن أقف أمام أي رجل من أبناء أبو طشت، لأن الرجال قوامون على النساء وأنا أكون معهم. فأراد الله أن يكافئها وأن تأتي خارج نطاق الوقوف أمام الرجال لتدعم أبناء أبو طشت وقنا، ويدعمونها أبناء أبو طشت لابنتهم. أرحب نيابة عنكم بالأستاذ الفاضل أستاذنا الأستاذ أشرف ممثل الشباب بالقائمة، والذي زكي من الجانب المخابراتي زي ما احنا بنقول للشباب كله ان اخذ اكثر من 97% حبا في اشرف ابن قبيله الاشراف ومستقبل وطن. ولا يخفى عليكم اخينا الاستاذ المهندس ماجد طوبيا حماة الوطن، ماجد الانسان. ويسرني نيابه عن الاستاذ اشرف حدثت مكالمه هاتفيه بيننا وبين الدكتور عباس منصور بينقل لكم تحياته وتمنياته للقائمه ولمصر بالتوفيق، ويعتذر عن الحضور لظروف مشوار الى الاقصر، ولكن يعاهد الجميع ان يتواجد بينكم في مطبخ العمليات. كان في مكالمة تانية تزكية من العمدة أحمد رسلان مرشح دائرة مطروح عن القائمة، ويعلم مدى حب قنا وأبناء قنا له وحبه للقائمة، وقال أنا بينكم ومعكم ومتى تطلبوني ستجدونني بينكم إن شاء الله. نبدأ بالكلمات، ولا نبدأها من داخل مصر، ولكن نبدأها بمن استدعاه النادي السياسي لحضور فعاليات المؤتمر، صلاح الكبيسي نيابة عن المصريين بالخارج، فليتفضل مشكورا. النادي السياسي هنجيب لك ما جت اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم صلاح الكبيسي ابو سرور عضو مجلس الجاليه المصريه بدوله الكويت وعضو لجنه المساعدات الانسانيه. طبعا الجماعه دول زي ما قالت الاستاذه سحر، يعني القائمين على القائمه دي ناس اصحاب حنكه ودهاء، حتى اختاروا لنا اسم ما نقدرش نقول له لا، يعني اسم القائمه نفسه ما نقدرش نقول له لا، واختاروا لنا ناس من محافظه قنا بننحني لهم تقديرا واجلالا، ناس حبايبنا
عشان كده ان شاء الله باذن الله احنا بندعمهم كل الدعم سواء كان هنا او خارج مصر. وان شاء الله دوله الكويت هيكون لها برضه وقفه معاهم جيده جدا ان شاء الله. مش عاوزين نطول على الاربع دقائق بتاع الاستاذ فتحي يعني ان شاء الله، وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله باذن الله. استاذ ماجد. هكذا حال المصريين في الخارج نيابة عنهم صلاح الكبيسي. وأتتنا بعض من أبنائنا وأحبابنا أبناء مركز أبو ضشت ومحافظة جنة في السعودية وفي بعض الدول العربية وفي الخليج، وإن شاء الله المصريين بالخارج في الدول الأجنبية سوف يتم التواصل معهم من خلال الحملة الموجودة. طبعا ثورة 30/6 كان للمرأة فيها دور كبير، فلا ننكر دور المرأة، وللتيار النسائي كلمة تتفضل بإلقائها الأستاذة عايدة حسين نيابة عن التيارات النسائية بمحافظة قنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا سعيدة جدا إن أنا متواجدة في اليوم ده. مش عشان حاجة، عشان أقول كلمة حاجة. أولا أنا بؤيد الطلب، أنا اسمي الأول عايدة علي حسين، وكيلة مدرسة الزراعة، واعتبروني أكثر واحدة متحمسة للأستاذ ماجد والأستاذة سحر لأسباب مش خاصة بيا، عشان أنا احتكيت بالأستاذ ماجد الإنسان اللي محدش يعرف إحنا نعرفه في الأعمال اللي بيقوم بيها. احتكيت بسحر الإنسان وبحبها لعمل الخير وتواضعها مع الناس وجاريها وما بتباتش في بيتها أسبوع كامل على بعض عشان تحل مشكلات الناس. أنا كست عشان اختار قائمه او اقنع الستات اللي زي بالقائمه دي بفكر بعقلي الاول، اشوف القائمه دي متوازنه ولا لا. انا وجدت قائمه في حب مصر متوازنه، اولا بعدت عن العصبيه القبليه اللي احنا تعبنا منها. يعني انا كانت دايره الرئيسيه اللي انا اساسا من الشارع، كان يقولوا لي لا كرسي عرب وكرسي هواره بغض النظر عن الشخص اللي يقعد على الكرسي، خلاص بقى العقليه دي انسناء. انا عايزه اللي حقق لي مشاكل احلامي كست. الست دي لها قرون استشعار بتستشعر الخطر على اولادها. يوم ما هختار قائمه هختار القائمه اللي تامن لي مستقبل اولادي، المستقبل بيد الله. لكن برضه احنا بنعمل بالاسباب. انا عايزه نائب ما تجعلوش في خدمه يقول لي لا، او يكون مسافر، او ما اشوفش وشه غير في الانتخابات. انا عايزه ابقى متواجد مني معايا جنبي، يحس بيا ويحس بمشاكلي، ابقى قاعده نايمه مطمنه على البلد، ما تحصلش ثوره تاني، لان كفايانا وجوه قديمه، كفايانا عصبيه قبليه. عايزين قائمه فعلا تحس بمشاكل الشباب. القائمه اللي جايه او مجلس الشعب اللي جاي كالبنا، لو البنا شاطر ونضيف واحنا اخترناه نضيف هيبني البلد. لو البنا خايب توقعوا 1000 ثوره، وثوره زي ثوره 25 يناير وهالكلمه. ربنا يوفقك يا مجيد بيه. وان شاء الله موضوع مقدم. وشكرا لكم. شكرا للأستاذة عايدة حسين على حماس المفرط في إلقاء الكلمات. زي ما قلنا حضراتكم ان احنا قائمة في حب مصر لا تتعارض مع اي مرشح. تمام؟ يعني كل الناس هتدخل هيصوت للمقعد الفردي بتاعه او للمقعدين او للثلاثه على حسب الدوائر ان كان في فرشوط او في نجا حماري او في ابو ضشت او في جنة او في جفت او في بوص. قائمتنا ما فيهاش اي مجال ان احنا نختلف مع حد، احنا بندعو الجميع للتكاتف من مطروح الى اسوان الى اسكندريه، زي ما قالت الاستاذه عايده قائمه في حب مصر، وزي ما قال الاستاذ صلاح ان يعني الاسم نفسه ما فيهوش خلاف في اي حاجه. لابد طبعا انكم انتم عاوزين تتعرفوا على مرشحينكم. سحر ابنتكم وابنه شمال المحافظه معروفه، ولكن الاستاذ اشرف يمكن معروف لنا جميعا شخصيا، ولكن لابد ان نستمع منه كلمات الى اهله واولاد عمومته في شمال المحافظه، ونقول له انت اخترت جنوب المحافظه لتكون دعما لك، ولكن ثق ان لك اهلا وابناء عمومه في شمال المحافظه يريدوا ان يسمعوك باختلاف انتمائك الحزبي او القبلي كاشرف الانسان. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد احد الفرد الصمد، والصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ومولاي محمد اشرف المرسلين النبي المجتبى والهادي المرتضى وعلى ال بيته وكل من صار على النهج الى يوم. اما بعد،
أهل الكرام، لن أعلق كثيرا على قائمة في حب مصر لأنها اختصرت في اسمها كما قال أخي الفاضل في حب مصر. قائمة اختيرت بعناية، كل شخص فيها تم اختياره بعناية، ليس الأفضل، ليس أشرف رشاد أفضل شاب في القنا، وليست أستاذتنا صح أفضل مرأة في القنا، ولكن اختيروا من قادرون على أن يصلوا بأصوات أهالي القنا وأهالي الصعيد إلى مجلس الشعب أو مجلس النواب حاليا في اسمه الحديث. إخواتي الكرام، في حب مصر هي ليست قائمة انتخابية بقدر ما هو مشروع سياسي، مشروع سياسي لمستقبلنا، مشروع سياسي يستطيع أن ينهض بنا من تهميش وظلم عانيناه في الصعيد الكبير. إنها فرصتنا لأنها أول انتخابات حقيقية ما بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو. نستطيع أن نراهن على اختياراتنا أن تكون اختيارات حقيقية من أجل مستقبل أفضل لنا كشباب ولإخوتنا الكبار حتى لأبنائنا الصغار في المستقبل. أخوكم أشرف رشاد عبد الحميد، ممثلا عن شباب محافظة قنا في قائمة في حب مصر، وأمينا عاما لحزب مستقبل الوطن على مستوى الجمهورية. لست أفضلكم ولكني خادمكم، وأتمنى أن أنال هذا الشرف في المستقبل إن شاء الله. ولكم جزيل الشكر والتقدير والعرفان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للشاب الطموح الخلوق أشرف رشاد ابن محافظة قنا، وأهلا وسهلا بين أهلك وأحبابك كما سوف تقول لنا أهلا وسهلا في جنوب المحافظة إن شاء الله. الأعزاء الكرام، حللتم أهلا ونزلتم سهلا مع كلمة هامة جدا نتعرف فيها أو يتعرف الجميع على من هو المهندس الخلوق ماجد طبيب. بالنسبة لي أنا يعني شخصيا أخ فاضل وصديق وإنسان. ماجد الإنسان، ودائما أنا بركز إن المرشحين بتوعنا الأربعة الجانب الإنساني عندهم قوي جدا، وبالتوفيق لهم جميعا. أريد أن أستمع من أبو يوسف إلى كلمات تسلج الصدور، فليتفضل المهندس ماجد طوبيا مشكورا. السلام عليكم. سعيد جدا كل السادة الحضور. يعني أنا عايز أذكر كل واحد اسمه، أشكر كل واحد على تشريفه وحضوره لينا النهارده. وجودكم وتشجيعكم في أول يوم لينا بنبتدي فيه حملتنا وتحركنا تاج على رؤوسنا. شكرا لتشريفكم، ويعني فتحة خير إن شاء الله. وجودكم معانا في أول يوم تعلن فيها امبارح في أسماء إحنا ما كناش عارفين، يعني ما كناش متأكدين. الدنيا كانت صعبة شوية. القوائم الفترة اللي فاتت دي كان فيها شوية يعني لعبكة شوية، وكنا لغاية امبارح مش عارفين إيه القصة وإيه الحكاية. يا دوبك لسه مخلصين. الحاجة سحر كانت الفجر بتجري عشان تودي بعد الأوراق اللي كانت مطلوبة. في النهاية أهلا بيكم، شرفتونا نورتونا، كتر خيركم على حضوركم، ونتمنى يا رب كده نكون مع بعض دايما في الفترة الجاية لمصلحة البلد ولخدمتكم بفضل ربنا إن شاء الله. ما عندناش حاجة تخلينا نسيب أشغالنا وأعمالنا ونضيع جزء كبير من وقتنا غير هو إن إحنا نكون في خدمتكم وتحت أمركم. والكلام ده مش دعاية، مش إعلان، ومش عشان انتخابات. إحنا في النهاية يعني الصوت لا صح كده، الصوت كويس. ما عندناش حاجة تخلينا نسيب أشغالنا وأعمالنا غير إن إحنا نكون في خدمتكم. هو ده الهدف وهو دي الغاية إن شاء الله، لخدمتكم وخدمة مصر. وهنبني مع بعض بلدنا بفضل ربنا، وبإيدينا مع بعض، وإحنا بنتعاون ونتكاتف عشان البلد دي اقتصاد تعبت كتير ومحتاجة حد يسندها، محتاجة حد يبنيها. هنعمل كده مع بعض في الأيام اللي جاية بفضل الله. ما عندناش أي هدف تاني غير إن إحنا احتياجات الناس وآلام الناس اللي موجودة، الغلابة اللي مش لاقي ياكل، اللي مش لاقي يشتغل، اللي مش لاقي يسكن. الصوت
نحاول نخفف عن آلام الناس الغلابة في الفترة اللي جاية. الصحة، المستشفيات منهارة، المدارس منهارة، المرافق منهارة، مفيش أماكن الناس تسكن فيها. الناس بتبني على الأراضي الزراعية لأن الدولة ما بتديش أراضي. في الصحراء عندنا 94% أو 96% من مصر صحراء والناس مش لاقية تسكن. القصة فيها حاجات كتير محتاجة إن إحنا نتعاون مع بعض عشان نقدر بفضل ربنا نعمل حاجة للبلد دي وللناس الغلابة دي اللي إحنا فعلا محتاجين نركز عليهم في الأيام اللي جاية. القائمة بتاعتنا في حب مصر، يعني أنا أزعم إن بفضل ربنا تم التدقيق الشديد جدا ان كل الناس اللي فيها، طبعا هتلاقوا 10% مجامله. احنا في مصر، طالما انت في مصر اكيد تبقى في مصر. مش هنقول لكم القصه كامله، لا، في ناس دخلوا. انا شخصيا يعني عندي اعتراضات عليهم لكن مش بايدينا، يعني سامحونا في ال10% اللي ممكن يكونوا داخلين مجاملة، لكن فعلا 90% مختارين بعناية وكل هدفهم هو خدمة المكان اللي هم موجودين فيه، خدمة البلد وبناء البلد في الفترة اللي جاية. فهنعمل كده مع بعض إن شاء الله. في حب مصر كلنا هنشتغل عشان نبني وطننا كلنا. أنا برحب بكم مرة تاني، شكرا على تشريفكم. بفضل ربنا مع بعض بداية مشرقة وبشرة خير إن احنا نشوفكم. هنكمل مع بعض في لقاءات جاية بفضل ربنا. السلام عليكم. شكرا للمهندس الخلوق ماجد قبية. وكما قال أن القائمة تم اختيارها بعناية، ولكن لكل مرشح برنامج مستقل لأهل دائرته، يعني منها أكيد إعمار الظهير الصحراوي، البطالة، المجلس الجاي ده مجلس تشريعي. الآن نلتقي مع كلمة موجزة من أبناء النادي السياسي يتحدث فيها الأستاذ كمال أبو الخير عن استراتيجية العمل لغرفة العمليات القادمة للحملة بإذن الله. تفضل أستاذ كمال. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. لدينا طبعا خطه عمل اجرائيه في النادي السياسي تحديدا دعم الاستاذ ماجد طوبيا والاستاذ سحر. لدينا 3 صفوف، صف اول وصف ثاني وصف ثالث. لدينا خطه عمل في الصف الاول اللي هي التوكيلات، النواحي الميدانيه من ناحيه الشباب اعضاء النادي السياسي اللي هم هيغطوا شمال المحافظه اللي هي مسؤوليتنا مركز فرشود ومركز ابو ان شاء الله. احنا على وعود ونجي حمادي، احنا على وعود ان شاء الله بالارقام. الكتله التصويتيه لدينا بيانات كامله وغرفه عمليات حقيقيه، ومش لدينا وعود، لدينا مسؤوليه كامله. احنا مستعدين للاجابه عنها في اي لحظه. اي بيانات، اي معلومات خاصه بالنواحي الكشوف باي شيء، النادي السياسي مجهز غرفه عمليات في مركز فرشود كامله ان شاء الله. وطبعا مش هتكلم في خدمات الاستاذ ماجد ولا الاستاذ صحر لانه مغنيين عن التعريف، مش هنتكلم عن وعود انتخابيه، ولكن احنا لدينا خطه عمل على ارض الواقع. ما يعنينا هو ارض الواقع، ازاي نصل بالقائمه لبر الامان ان شاء الله. ابناء النادي السياسي كله بيتمنوا التوفيق للقائمه على مستوى الجمهوريه. كل سنه وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا للاستاذ كمال ابو الخير. وبهذا يعتمد النادي السياسي لابنائنا من الداعمين الى قائمه في حب مصر لابنتي سحر ولابنه ماجد والاستاذ اشرف. ان شاء الله زي ما قلنا احنا في غرفه العمليات بنرحب بكل المساعدات، بكل انسان معنا اهلا وسهلا به، ان كان على الفيس او ان كان ايميلات او ان كان جرايد او ان كان صحافه. ان شاء الله هتكون في غرفه عمليات كامله لادلاء البيانات الصحفيه للقائمه ككل من مطروح ان شاء الله لاسوان، وده على اتصال دائم. اي استفسارات ان شاء الله سيكون في دوائر امام اللجان لحاجات كثيره لتذليل الصعاب لكل المرشحين. اعلم جميعا ان وقت اهلي وابناء عمومتي ثمين، والجو طبعا برد دلوقتي مش عاوزين نتكلوا عليكم طبعا، والكلمات لا توفيها حقها، ولكن سوف نقول قنا تقول كلمتها امام الصندوق ومن داخله
لأبنائه الأربعة: الدكتور عباس منصور شخصية عامة رئيس جامعة جنوب الوادي مستقل، الأستاذ أشرف رشاد شباب محافظ قنا حزب مستقبل وطن، الأستاذة سحر صدقي خليفة مستقل عن المرأة، المهندس ماجد فهيم أديب طوبيا مستقبل حماة وطن. بعيدا عن الأحزاب والديانات والانتماءات، كلهم أولادنا، طبتم وطاب ممشاكم، نترككم في رعاية الله، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات الصحة لا انا ما قريتش